هاي 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 هاي، عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب. إيه، هما بيطلعوا بحاجات غريبة وبيكتبوا عناوين غريبة، واما نيجي احنا نتكلم بنبقى احنا ايه الأغبياء مساكين السيرة. وبنحب نمسك في الناس. طب ما انتوا اللي بتحبوا الناس، انتوا اللي بتحبوا تعملوا ترندات، بتحبوا الترندات. فأما بتختفوا شوية عن الترندات بتبحثوا عنها بملقاط. يعني مثلا ام جوجو طالعه نايمه، يعني ايه، علو السقف كده بسم الله ما شاء الله يعني، وايه، ومتغطيه ومدلدله لسانها كده على جنب، ومدلدله ايدها، واللي يشوف المنظر يتخض. يبقى انت ايه، انت حابه ان احنا نتكلم عنك لان انت عارفه ان احنا ايه، بوصلتنا محروقه ومش هنقدر نشوف منظر زي ده وما نحكيش عنه. آه. بس يا ولاد، فطبعا انا واحده من الناس هشوف المنظر ده وانا عندي قناه، وفي غيري طبعا ممكن المنظر نفسه يقول ايه، في ايه يا ترى، يا هل ترى، فيدخل ويشوف يلاقي موضوع تاني وحكايات تاني عن البط النسكوفي والبط البغالي ولا الفراخ المهم يعني مواضيع تاني عن الصورة اللي هي ايه، عاملاها لجذب الانتباه. ويمكن العنوان كمان ملوش علاقة باللي جوه الفيديو، وقال ايه، طب ما انت عايزة تقولي ان انت تعبانة، يا تصرحي بكل، يعني انت عم حطيتي صورة ان انت تعبانة وطول الفيديو تقولي انا رايحة اصلا انا كده حاسة بحاجة. طب ما تقولي، يعني هو سسبنس يعني، ما تحكي يا اختي، ما تحكي ايه اللي جواكي. طالما انت علنتي لي العلن خلاص احكيه. ايه يعني، هو احنا هنشم على ظهر ايدينا انت فيكي ايه؟ وعلى ما اعتقد ان السكر اللي من، وزي ما بقول لكم السكر اللي من النوع الاول فعلا بيروح، اللي هو يعني اللي بيتاخد، الادويه، الدواء مش الانسولين، بيروح فعلا مع عمليه التكميم. فمعرفش بقى انتوا نظامك ايه او سكرك ايه، بس انا اعرف ان هو فعلا ممكن يكون ده، ان هي عمليه التكميم بتتعمل اكتر عشان ان هو السكر اللي من النوع الاول اللي هو اللي بياخد الدواء يشفى يعني. او يعني لانه هو ممكن مع لو خس هو هيبطل ياخد دواء. بس يا ولاد، انا مش فاهمة ايه الصور العجيبة الغريبة اللي بتحطها هي او غيرها يعني. وطالما انت مش عايزة تحكي، واستاذ ميسيو مازن يقول الحمد لله يا رب الحمد لله. طب ما تقول يا اخويا انت وهي فيكم ايه؟ طالما انتوا اللي عارضين، احنا ما بنطلبش حاجة انتوا مش عاملين. بس بقى يا ولاد، وعلى فكرة انا اما بحب اغير المحتوى انتوا اللي بتجبروني ارجع للمحتوى ده. انا بغير محتوايا، فانتوا اللي بتخلوني ارجع اتكلم، انا ماليش دعوة بقى. شوفوا لكم حل. بس ده كان الكلام يعني، اصل انا ايه يعني، مش هقعد احكي في البط البغالي، انا في نقط محددة تلفت نظري وبس وبطلع احكي عنها. يعني انت عايزة تقولي ان انت مريضة بحاجة والناس تدعي لك ربنا يشفي جميع المرضى، والمرض ما فيهوش هزار ولا فيه كده. بس فانت عايزة تقولي للناس ادعوا لي بالشفاء، خلاص ماشي قولي للناس كده. عايزة حاطة نفسك على الترول بتاع الكشف ده وكده، احكي بقى، قولي بقى انتي ايه يعني، انتي روحتي ليه او انتي فيكي ايه. بس الالغاز دي يعني، قلنا الالغاز دي مش علينا احنا، مش علينا احنا المصريين، احنا ما بنحبش الالغاز. قولي الصراحة، انتي عرضتي حياتك للقيل والقال، فقولي بقى انتي فيكي ايه. بس كده، واحنا قلقانين عليكي يا ستي، عايزين نعرف انتي مالك. لكن طول الفيديو ألغاز ألغاز، قولي إن أنا حاطة الصورة دي وملهاش علاقة بأي حاجة وخلاص وانتهت العلاقة. بس بقى يا حبايبي يا حلوين، ده الفيديو الجميل الرقيق الغير ظريف الغير لطيف. أشوفكم بقى في فيديو جديد، يلا سلام، باي باي.